تخيل لو قلت لك ان الشركه اللي انت بتشتكي منها ليل نهار وبتدعي عليها في الكومنتات بسبب الباقه اللي بتخلص في نص الشهر هي نفس الشركه اللي بتكسب منك اكتر لما بتشتكي. تخيل برضه لو قلت لك ان فشل حملات الانترنت الغير محدود في مصر مش صدفه ومش بس تعنت من الشركات. انا بقالي كتير بتكلم في الملف ده، حللنا الباقات والسرعات المشاكل وحتى الاسلاك النحاس والفايبر، بس النهارده كلام مختلف. النهارده مش جاي اقول لك هاشتاج جديد، النهارده جاي اجاوبك على السؤال اللي محدش عايز يجاوبه بصراحه. ليه كل ما نعمل حمله بتفشل؟ ومين المستفيد من اننا نفضل محبوسين جوه سجن الكوتا؟ الحقيقه اللي هسمعها لك النهارده صادمه حرفيا وممكن تضايقك مني شخصيا، بس لازم تتقال. لو فاكر ان الموضوع مجرد سلك مقطوع او سنترال قديم اقفل الفيديو احسن لك، لكن لو عايز تفهم اللعبه بتدار ازاي من ورا الكواليس والمصلحه مين وايه علاقه ده بسكوتي الفتره اللي فاتت، كمل الفيديو ده للاخر لان دي ممكن تكون اهم حلقه عملتها في تاريخ القناه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عامل ايه يا صاحبي؟ واهلا بيك في فيديو جديد. قبل ما نكمل حبيت بس اقول لك القناة التانية بتاعتنا اتقفلت بسبب فيديو كنت عملته عن ابو عبيدة، ويوتيوب يعتبر مخالف للسياسات وقفل القناة بالكامل. عشان كده لو بتتفرج عليها دلوقتي لازم تنزل تشترك في القناة التانية ترش بالعربي. دي مش بداية من الصفر، دي رجوع اقوى من الاول باذن الله. واللي حابب يسمع الفيديو المحذوف هيلاقيه كامل على صفحة الفيسبوك بتاعتنا ترش بالعربي، سايب لك كل الروابط في الوصف. وما تنساش بقى تدعي لاخواتنا المستضعفين في كل مكان، ربنا ينصرهم. ويلا نكمل لان اللي جاي مهم جدا جدا ومش هيعجب ناس كتير. خليني اسالك سؤال واحد بس، هو احنا شعب غبي ولا احنا شعب بيضحك عليه؟ ولا الحقيقه اننا عارفين كل حاجه بس مستسلمين؟ بقالنا سنين بنشتكي من الانترنت في مصر، سرعه بطيئه، باقات بتخلص، اسعار نار، خدمه عملاء حافظين كلمتين، حملات على السوشيال ميديا كل شويه، هاشتاجات، بوستات، فيديوهات، غضب، شتيمه. طيب وبعدين؟ ولا اي حاجه بتحصل، بالعكس الشركات تحسها بتعاند. واديك شفت ردهم على الحمله خاصه في اخر اعلان للدحيح. صباح الخير. هلا امور الصغيره عارفه لو النت خلص بنعمل ايه؟ ممكن نجدد الباقة أو نعمل توب أب وبيكمل معانا للشهر اللي بعده. طيب بص بدون لف ودوران تعالى نبدأ بالصدمة الأولى. ليه حملاتنا بتفشل أصلا؟ الإجابة ببساطة إحنا بنحارب منظمة كاملة مبنية على إزاي نجيب الجنيه من جيب المواطن. كل مرة بنبدأ حملة السيناريو بيتكرر بالحرف، غضب جماعي، هاشتاج يتصدر تويتر أيام، الشركات تلتزم الصمت التام، وبعدين والله يا صديقي بعدين دي بتاعتي وبتاعتك، إحنا نفسنا قصير، أسبوع بالظبط تلاقي الدنيا نامت، الشركات تنزل عرض ضعف الباقة لمدة شهر أو خصم 50% على الباقة الإضافية، وهنا يحصل الانهيار. الناس بتهدى وبتروح تشحن العرض وبينسوا القضية الأساسية. السبب الصادم لفشل الحملات هو إن الشركات، بلاش نقول الشركات، خلينا نقول المنظومة اللي بتدير الإنترنت في مصر، درسوا سيكولوجية المستخدم المصري صح، عارفوا إن المستخدم المصري نفسه قصير، عارفين إننا بنثور لحظيا لكننا بنرضى بالمسكنات. الشركات بتراهن على حاجة اسمها إجهاد المستهلك، هم عارفين إنك محتاج النت عشان شغلك ودراستك وترفيهك، فمهما اعترضت في الآخر هتدفع يا معلم، بسيطة يعني. السلاح الوحيد اللي بيوجع الشركات بجد هو المقاطعة والاستغناء، وده سلاح احنا وللأسف رميناه من زمان لأننا بقينا مدمنين للخدمة دي ومش قادرين نستغنى عنها ولو ليوم واحد كوسيلة ضغط. يا عم ده نص الشعب بقى عنده تعفن دماغ. فشل الحملات مش بسبب قوة المنظومة اللي بتدير، ده بسبب تفتت جهودنا احنا بنقبل بعرض ضعف الباقة لمدة 6 شهور، بنقبل بزيادة سعة الباقة لفترة محدودة بدل ما نصر على إلغاء المبدأ نفسه. وطول ما احنا بنفرح بال 140 جيجا لما يبقوا 280 جيجا عمرنا ما هنشوف كلمة غير محدود. طيب تمام كده احنا عرفنا اسباب الفشل، ايه الحل بقى؟ لا اصبر عليا بقى، قبل ما اقول لك الحل خلينا نسأل سؤال اخطر بكتير، مين المستفيد من بقاء الوضع الحالي؟ وليه العالم كله بيتحول الانترنت مفتوح واحنا لسه بنتحاسب بالميجا؟ هل القيادة السياسية؟ هل وزير الاتصالات مثلا؟ هل الشركات؟ ولا شخص خافي محدش يعرفه؟ الإجابة في كلمة واحدة، متوسط العائد من المستخدم. اللي بيديروا منظومة الانترنت في مصر اكتشفوا منجم ذهب اسمه الباقة الإضافية او التجديد المبكر للباقه. ركز معايا في الحسبه ديت، لو اللي بيدير المنظومه عمل لك انترنت غير محدود ب 300 جنيه في الشهر هو ضمن منك 300 جنيه بس، لكن في النظام الحالي هو ادالك باقه ب 250 جنيه كحد ادنى وبتخلص يوم 10 في الشهر، فبتضطر تشحن باقه اضافيه ب 100 جنيه على الاقل، على الاقل خالص، لانه 100 جنيه دي مش هتديك غير 20 جيجا اصلا، ممكن تشحنها مرتين او ثلاثه، او انت تريح دماغك اصلا وتروح تعمل تجديد مبكر للباقه. يعني الشركه كسبت منك بالميت 600 700 جنيه في الشهر، بس انت واخد خدمه اقل بكتير جدا من اللي كنت هتاخدها في النظام الغير محدود. الربح الحقيقي للمنظومه اللي بتدير مش جاي من الاشتراك الاساسي، الربح جاي من بعد شحن الباقه، من الباقات الاضافيه. المنظومه اللي بتدير مستفيده جدا انك تخلص الباقه، مصلحتهم المباشره ان العداد يلف بسرعه. لما بتسمع ان ارباح شركات الاتصالات بتزيد بالمليارات كل سنه، جزء كبير جدا من الزياده ديت مش جاي من مستخدمين جدد، ده جاي من نفس المستخدمين اللي استهلاكهم زاد بس بتحاسبوا بنفس النظام القديم. كشفنا ولا ايه؟ المستفيد الثاني هو البنيه التحتيه المتهالكه. ايوه النظام المحدود هو غطاء لمشاكل البنيه التحتيه. لا يا حود انا هزعل منك كده، ازاي يا عم؟ انت قلت كتير انه البنيه التحتيه عندنا قويه. احب اقول لك انت صح،
ايه ده؟ احنا فعلا عندنا بنية تحتية قوية جدا وتستحمل انترنت غير محدود، وده موجود في اغلب المناطق، بس في مناطق البنية التحتية فيها متهالكة، وفي اصلا عندك مناطق ما وصلهاش انترنت ارضي. انت متخيل؟ طبعا انت ما تقدرش تقيس قوة البنية التحتية في منطقة واحدة وتعممها على الشعب كله. يعني ما تروحش مدينتي تلاقي نت فايبر تقول واو عندنا نت متطور، لا مش بتتحسب كده يا صاحبي. ما بتحسبش كده يا صاحبي. انت عندك تفاوت كبير جدا في قوى البنية التحتية بين المناطق. تعالى كده شوف الانترنت في المدن الجديدة، وتعالى لأي حي شعبي وقارن يا معلم، هتتصدم. مع انه ده مواطن وده مواطن، والمفروض انه دي خدمة أساسية لا تقل أهمية عن المية والكهرباء، المفروض توصل لكل الناس بنفس الجودة وبنفس الكفاءة. يعني باختصار على حسب مستواك الاجتماعي هنوصل لك الانترنت، هتدفع هروقك، مش هتدفع هروقك برضه بس من ناحية تانية خالص. ده الحكاية كده. بدل ما يتم صرف مليارات الدولارات عشان يوسعوا السنترالات والكابلات ويوصلوا انترنت ارضي حتى للمناطق اللي ما وصلهاش، الارخص ليهم انهم يخلوك انت اللي تخاف تحمل عشان الباقه ما تخلصش، فبالتالي الحمل يخف من على الشبكه وهم يوفروا استثمارات وانت تدفع اكتر. معادله عبقريه ليهم وكارثيه لينا. وباكد لك تاني احنا فعلا عندنا بنيه تحتيه قويه جدا جدا وتستحمل نت غير محدود بسرعات كويسه في اغلب المناطق، بس مناطق تانية الوضع كارثي فيها، ومناطق تالتة ما فيهاش نت اساسا. فاحنا عندنا تفاوت كبير جدا بين المناطق يا صاحبي. احنا عندنا كابلات بحريه وسنترالات رئيسيه قويه جدا وتستحمل تشيل قارات بحالها، وده حاصل فعلا. الدوله صرفت على البنيه التحتيه مليارات. بعد كل السواد ده بقى هل في امل؟ الاجابه ايوه، بس مش بالطريقه اللي انت فاكرها. الامل مش هيجي من عطف المنظومه اللي بتدير الانترنت، التغيير هيحصل غصب عن الجميع ولسبب واحد بس، التحول الرقمي للدوله. الدوله النهارده بتتحول لكل حاجه ديجيتال، تعليم، صحه، بنوك، خدمات حكوميه. ما ينفعش دوله تكون مركز اقليمي للبيانات وبتعمل مدن ذكيه تفضل شغاله بنظام الكتب بتاع سنه 2005. في تعارض مصالح كبير جدا هيبدا يظهر بين طموح الدوله الرقمي وبين طمع المنظومه اللي بتدير الانترنت. مستحيل طالب يدرس اونلاين وموظف يشتغل من البيت وبيت ذكي يشتغل ب 140 جيجا. التغيير قادم، بس لما يصبح الانترنت عائق لاقتصاد الدولة نفسها مش بس عائق لرفاهية المواطن، وده فعلا بيحصل، بس الواضح احنا هنفهم الكارثة متأخر. طيب ماشي، متأخر ده امتى يعني امتى ممكن نشوف انترنت غير محدود في مصر؟ احب اقول لك لما يحصل واحد من السيناريوهين دولت. الاول هو دخول منافس جديد في السوق وفتح البنيه التحتيه، يعني مثلا يدخل ستارلينك او غيرها لو سمح لها بالعمل، او مثلا تقول لكل الشركات مش وي بس، البنيه التحتيه مفتوحه اهي، استثمروا وطوروا وتنافسوا عشان مصلحه المواطن. التاني هو قرار سيادي ان يجي قرار مثلا من سياده الرئيس ان الانترنت يتحول من سلعه تجاريه لسلعه استراتيجيه زي المياه والكهرباء، ويتم فرض حد ادنى للاستخدام العادل يليق بسنه 2026، مثلا 1 تيرا كبدايه. لكن طول ما احنا بنبص للموضوع انه خناقه بين عامل وشركه، الشركه دايما هتكسب لان العقد في ايديها. عشان نكون منصفين وعشان نبقى فاهمين الصورة كاملة، في صعوبات كبيرة جدا، صعوبات حقيقية بتواجه تنفيذ الانترنت غير محدود، وتعالى نعرفها. أولا أزمة العملة الصعبة، ودي تقريبا أكبر أزمة. تجهيزات الانترنت، سيرفرات، كابلات، رواتر، كلها مستوردة بالدولار. ثانيا الاحتكار الفني في مصر، البنية التحتية الأرضية ملك الجهة واحدة بس وهي المصرية للاتصالات، وباقي الشركات مستأجرين، وده بيخلي مفيش منافسة حقيقية. يعني أنت عمرك شفت كابينة إنترنت عليها شعار فودافون أو أورنج؟ لا طبعا. حتى للأسف الشركات مش بتعرف تنافس في الأسعار. الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات فارض سعر واحد موحد الكل يمشي بيه، وأي شركة تحاول بس تخلع من النظام ده تتعاقب. النظام كله معمول عشان حاجة واحدة بس، تظل شركة المصرية للاتصالات هي العملاق اللي في السوق المصري. طول ما فيش شركات بتبني بنية تحتية خاصة بيها هنفضل ندور في نفس الدايرة. ثالثا عشوائية التوصيلات، احنا عندنا في مصر مشاكل في التوصيلات الداخلية في العمارات، وده بيخلي جزء كبير جدا من سرعة النت مهدر اصلا. الشركات بتتحجج بده وبتقول انا موصلك السرعة للبوكس، مشكلتك في السلك اللي طالع لشقتك. دلوقتي جينا لأهم نقطة، النقطة اللي بتوجعني أنا بشكل شخصي. كتير منكم بيبعت لي فين فيديوهات الحملة، أنت سكت ليه؟ أنت بعت القضية؟ يا جماعة والله أنا ما بعتش القضية ولا عمري هبيع القضية. أنا تعبت صراحة من النفخ في قربة مخرومة، تعبت من طلب حق شعبي كامل، شعب تحسه ميت، شعب كامل 120 مليون مش عارف يجيب حقه. أنا العبد الفقير هيجيب له حقه كمان عشان أعمل فيديو زي اللي بتشوفه ده؟ أنا بقعد أيام أبحث وأكتب وأصور وأمنتج عشان أقدم لك معلومة واحدة بس تحترم عقلك وتكون سلاح في إيدك تطالب بيه بحقك. بس لما بنزل فيديو النتيجة بتكون إيه؟ لايك وكومنت وشير. طيب وبعدين؟ مفيش اي تحرك على الارض، مفيش ضغط حقيقي على الشركات. انا كصانع محتوى وقودي هو الاثر، لما بحس ان مجهودي بيتحول لمجرد فيديو ترفيهي بتشوفه وانت بتاكل وتنساه بعد كده بيجيلي احباط. انا حرفيا محارب من غير جيش، صوتي لوحده مش هيعمل دوشه وسط ناس عمالقه. الدعم اللي بطلبه مش بس انك تعمل لايك، الدعم الحقيقي انك تاخد المعلومه اللي بقولها وتستخدمها، انك ما تيأس، ان صوتك يفضل عالي. انا هفضل اتكلم وهفضل احلل وهفضل افضح الالاعيب، بس محتاج احس ان في حد في
الظهر بجد، مش بس مشاهدين لكن شركاء في القضية. في النهاية يا صديقي لازم نعرف ان الانترنت الغير محدود مش رفاهية، ومش هيجي غير لما نفهم منين القوى الاكبر، وهم من غيرنا صفر على الشمال. فلوسهم دي فلوسنا احنا اللي مشغلينهم حرفيا. لو عجبك الكلام ده ولسه عندك امل، شارك الفيديو ده في كل مكان، مش علشان الريتش بتاعي، عشان صوتنا يوصل لابعد مدى، وعشان يفهموا اننا فاهمين اللعبة ومش هنسكت. وبس كده صديقي، وسلام.